فيديو النهاردة هنعمل فيه وجبة حلوة جدا ولذيذة كلنا بنحبها، وجبة شاورما سوري. سعرات الرغيف الواحد 450 سعرة. طريقة سهلة جدا ومكونات بسيطة، ويلا نشوف المقادير مع بعض. معايا هنا 80 جرام من دقيق القمح الكامل بما يعادل كوباية الا ربع من دقيق القمح. يعني انا عايرتها لكم بالميزان، وعايرتها لكم برضو بالكوبايات. هحط عليها معلقة صغيرة بيكنج باودر ورشة بسيطة من الملح، وهقلب وهنزل بقى بالمية تدريجيا كده لحد بس ما الم العجينة. وبعد كده هعجنها كويس لحد ما تتشكل معايا عجينة لينة، وقسمتها على كورتين اللي هما الرغيفين، وهسيبها تريح معايا 20 دقيقة 15 دقيقة عشان تتفرد معايا بسهولة. وفردتها بقى بالنشابة، اهم حاجة نخليها سمكها رفيع جدا وما تتقطعش بس منها. وبعد كده هحطها في طاسة او صينية، اي حاجة موجودة عندكم يكون نفس الحجم. اهم حاجة نكون سخنينها من قبلها بدقيقتين كده او 3، تبقى سخنة جدا. أنا العيش كان عندي استوى. عملت سلطة الزبادي دي، وحطيت فيها شوية بقدونس، وهبتدي احطها على الرغيف. طبعا تقدروا تعملوا الصوص الصحي اللي انتوا عايزينه. وكنت بقى مشوحة شوية فلفل على شوية بصل. هسيب لكم في اول كومنت طريقة عمل الشاورما السوري، انا كنت عملتها قبل كده ونزلها في فيديو. نحطها في الجريل، نحط فيه مسحة بسيطة من زيت الزيتون او السمنة البلدي، المهم دهون صحية تاخد صدمة وتاخد لون حلو كده. بس كده الوجبة بسيطة وسهلة جدا، تقدروا تاكلوها مع كل سلو صحي، وألف صحتين وهنا.